الجزائر ليست دولة عظمى وليست القوة الإقليمية المهيمنة. السلام عليكم. سبحان الله، في بعض المرات كنسمع كلام شي مرتزقة الداخل، إن لم أقل خونة يشتمون كل من يدافع عن وحدة تراب بلاده المغرب، وأقصد هنا قضيتنا الوطنية الصحراء المغربية. قلت يشتمون كل من يدافع عن الصحراء المغربية ويصفونه بصفات لا علاقة لها بالصفات التي يحملها المغاربة، ومع الأسف نجد بعضا منهم يسمون أنفسهم بمثقفين، والبعض الآخر من أجل مقابل مادي، والكل يعرف من أين. في نفس الوقت نجد أناس بعيدون كل البعد عن المغرب وعن كل ما يشغل المغرب، لكن نجدهم يدافعون بشراسة على هذا المغرب، وهم كثر جزاهم الله خيرا. وهنا أريد أن أسمعكم ما قاله أحد اللبنانيين، وهو يوجه كلاما قاسيا إلى الشرذمة الحاكمة في بلاد المريخ، أحفاد الكراغلة وسليم الكذاب. اسمعوه إذن. أعتقد أن الجزائر تحاول دائما الهرب من أزماتها الداخلية إلى الخارج. على الجزائر أن تهتم بأزماتها الداخلية، أن تتخلى عن عقدة اسمها عقدة المغرب. الجزائر ليست دولة عظمى وليست القوة الإقليمية المهيمنة. هذه عقدة هواري بومدين وغيره، أن الجزائر شيء كبير في المنطقة، وكما هو معروف يعني خلاصة الموضوع أنه ما بقى في حاجة إلى أي إثباتات لتأكيد أن بوليساريو هي جزء من الأجهزة الأمنية الجزائرية لا أكثر ولا أقل. هناك عملية غش كانت تمارس في الماضي، كانت تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية، أنه هذه قضية حق تقرير مصير لشعب، وهو يعني لو الجزائر حقيقة بهمة تقرير المصير لهذا الشعب، أما الشعب الصحراوي موجود وين ما كان، كل الساحل الأفريقي يعني عنده دولة، ليش ما بتعطيه جزائر جزء من أراضيها؟ الجزائر ليست دولة عظمى وليست القوة الإقليمية المهيمنة. هل سمعتم يا أحفاد الكراغلة؟ لن تفلحوا أبدا ما دمتم سائرون أو ماشون وراء كبرانات الحاقدين على المغرب. ونصيحتي لكم هي أن تنسوا موضوع الصحراء المغربية التي يدرسونها لكم في المدارس. إنها وهم وحلم العسكر من أيام الرؤساء الجزائريين الذين كبروا وعاشوا وترعرعوا في المغرب، وأكلوا وشربوا وشاركوا الطعام مع المغاربة، وتعقدوا بعد ذلك مما رأوه. اللهم إني قد بلغت. الصحراء راه ماشي لعب، راه في الدم ديالنا، فهمتوها؟ الجزائر تحاول دائما الهرب من أزماتها الداخلية إلى الخارج. على الجزائر أن تهتم بأزماتها الداخلية وتتخلى عن عقدة اسمها عقدة المغرب. الجزائر ليست دولة عظمى وليست القوة الإقليمية المهيمنة.